عارف بقالنا قد ايه ما صورناش سوا؟ بقالنا كتير قوي ما نزلناش يعني كده وصورنا مع بعض زي زمان. بقى احنا بننزل مع بعض يعني حرفيا كل يوم، بس ما بنرفعش الكاميرا ونصور بجد. هل زي زمان هل ده نضج ولا هل ده تطنيش مني ومنك ولا انت ما بقتش تحبني؟ لا والله العظيم بحبك قوي. لا تكونش ما بقتش تحبني يا عم في حد ما يحبكش؟ يا عم لا تكونش ما بقتش تحبني يا عم روح يا عم بطل كده بقى. يا عم يا عم يا عم بتتكلم تكون عايز تضحك عليا في حاجه بقى. عايزه اقول لهم حاجه. طب عشان احنا ما بقيناش نطلع نحكي لهم اي حاجه، عنده عقده من الصيدليه. يا لهوي يا جماعه والله عنده عقده. انت مالك؟ يعني ليه اشتري طقم كلافزات ب 300 جنيه؟ عملت بيه ايه؟ استخدمت كام واحد لغايه دلوقتي؟ اتحداك لو استخدمت 4. لا والله بستخدم. كام واحد؟ بس استخدمت كتير. طيب يا جماعه بصوا الجلافزات عشان انا ان البنات هتبقى عارفه ريحه الاكل لما باجي اعملها بتفضل ثابته في ضوافري، فما بعرفش وحاجات كتير. هكمل لكم يلا بارت 2. من كام يوم دخلنا فيلم انا واحمد العميل صفر. معرفش شفتوا الاعلانات بتاعته ولا لا، بس احنا بقالنا فتره ما دخلناش فيلم بجد في الحلاوه دي. الضحك ده يا جماعه انا اقسم بالله طول الفيلم عماله اضحك بجد. واحمد يزعق واحمد يزعق لي. بس الفيلم حلو قوي، كوميدي جدا وعائلي جدا جدا. يعني لو معاكي اطفال اخواتك صغيرين تقدري تروحي الفيلم بصي وما تقلقيش نهائي. مش اي الفاظ مش كويسه، لا الفيلم بجد حلو. انا بعشق اصلا اكرم حسني، فبجد احنا بقالنا كتير قوي ما اديناش فيلم ريت كده بالطريقه دي. فبجد بجد انصحكم تدخلوه لو حابين تخرجوا الفتره الجايه اي خروجه وخدوني معاك. انا عماله اقول لاخواتي يلا نروح ندخلوا تاني، هنمشي ازاي؟ يلا نروح ندخلوا تاني. فاحنا دلوقتي داخلين فيلم جديد. لما نطلع منه هقول لكم اذا كان حلو ولا وحش.